كلها اقل من شهرين وندخل سنه جديده. وكالعاده ناس بتبدا تحدد اهداف اللي هي اهداف السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها والسنه اللي قبليها، ويوم واحد الجيمات مليانه اهداف بتتكتب بورق كتير، ناس متحمسه، ناس عايزه تحقق اهدافها، ناس عايزه تغير اهدافها، وكأن اليوم ده هو اللي بيغير الدنيا كلها. يوم التاني التالت اسبوع التاني يبدا الحماس يقل وبترجع تاني تعيد نفس السنه اللي فاتت بالظبط. في ناس فعلا بتتغير ومع نهايه السنه بتبقى شخص تاني تماما عن اللي بدات فيه السنه، بتحقق اهدافها، بيحصل تغيير جذري تماما في حياتها. بس الاغلبيه مجرد ما حماس البدايات بيروح بتبقى هي نفس السنه اللي فاتت بالظبط، بتتكرر مع ناس مختلفه في احداث مختلفه في مواقف مختلفه، بس النهايه هي نفس السنه. عشان كده اقول لك اهم 3 مهارات محتاج انك تبدا تتعود عليهم دلوقتي علشان تخلي السنه الجايه هي اهم سنه حياتك تتغير فيها تماما. نبدا باول نقطه وهي ازاي تحدد اهدافك اصلا. هدف مثلا زي انا عايز اخس او عايز اتعلم انجليزي او عايز فلوس اكتر، دي كلها اهداف غامضه مش محدده وبعيده جدا عن المستوى اللي انت فيه حاليا، ودي مشكله كبيره لعقلك. عقلك بيحب يتعامل بحاجات محدده. خلينا نقول مثلا انت دخلك دلوقتي 10000 ايا كان عمله بلدك، وده المبلغ اللي انت متعود عليه بقالك سنين. لو حطيت هدف كبير جدا انك عايز مثلا تبقى مليونير او ملياردير مره واحده، عقلك بالنسبه له الجاب ما بين الهدف ده والهدف ده كبيره جدا. في ناس الملايين بالنسبه لها حاجه عاديه جدا، زي انت مثلا 100 بالنسبه لك رقم عادي جدا وبسيط، ودول الناس اللي اتعلموا المهاره دي ازاي يحددوا اهدافهم بالظبط. برضو مثلا لو انت وزنك زياده وعايز تخس، انك تقول مثلا عايز اخس 50 كيلو مره واحده، ده هدف كبير جدا وبعيد جدا عنك حاليا. فاهم حاجه انك تبدا تتعود انك ازاي تحط اهداف، انك تحط اهداف صغيره، حاجات تقدر تحققها على مستوى بسيط من شهر ل3 شهور. ومهم جدا تكون فاهم نظام سمارت لتحديد الاهداف. مهم جدا اهدافك تكون سبيسيفيك محدده، يعني مثلا تقول عايز اخس 10 كيلو بالظبط من وزني. ميجربل، ازاي هتعرف انك حققت الهدف ده؟ لازم تعرف تقيسه. 10 كيلو مثلا ده رقم تقدر تقيسه على الميزان كل اسبوع. اتشيفبل، زي ما قلت لك ما تحطش هدف مستحيل، يعني لو انت وزنك 100 كيلو ما تقولش عايز اوصل 60 كيلو في شهر واحد. مهم تكون واقعي في النقطه دي. ريليفنت، تكون شايف وعارف ايه التاثير ان لما توصل للهدف ده هتوصل له. تايم، محتاج تحط ديدلاين، وقت محدد توصل فيه للهدف ده. يعني مثلا لو هدفك انك تنزل 10 كيلو في خلال 3 شهور، فانت كده قدرت تحدد هدف بسيط تبدا تشتغل عليه. وطبعا خليك عارف ان الاهداف البسيطه دي هي اللي بتحقق بعد كده اهداف اكبر. لما عقلك يتعود ان انت بتحط هدف وبتقدر تحققه، هتقدر بعد كده لما تحط هدف اكبر هتقدر توصل. بعد ما حددت الهدف وحددت الوقت اللي عايز توصل فيه لهدفك ده، مهم جدا تقسم هدفك ده على الوقت. يعني مثلا لو هدفك تخس 10 كيلو في خلال 3 شهور، يعني في الاسبوع حوالي 750 جرام، فانت بقيت عارف في الاسبوع اللي هو الوقت القليل جدا ده تقدر ازاي تسعى بطريقه بسيطه، بان انت مثلا تبدا تظبط اكلك، بان انت تروح الجيم، تبدا تلعب رياضه، تبدا تجري كل يوم، حاجه توصلك للهدف الصغير الاسبوعي، فبالتالي توصل للهدف الاكبر اللي هو 3 شهور. اللي بيخلي الناس تفشل وما بتوصلش لاهدافها هم بيعملوا عكس كده تماما. بيقول لك انا عايز اخس 50 كيلو في اسبوع واحد، ودي حاجه مش منطقيه تماما. ومهم جدا تبقى عارف ان انت تكتب هدفك بورقه وقلم. الموضوع ده ساحر بجد. وانا شخصيا كان عندي اهداف كتيره كنت كاتبها على ورقه، الاهداف دي توصل لها اسرع. معرفش، في سحر غريب كده في الورقه وقلم، بتحس ان انت الهدف خلاص خرج من دماغك وابتدى يتجلى في العالم اللي انت عايش فيه. فاكتب هدفك بورقه وقلم، حطه على المكتب عندك، حطه علقه على مرايه الحمام، حطه جنب السرير قبل ما تيجي تنام تشوفه علشان تفكر نفسك دايما بيه. المهاره الثانيه اللي محتاج تبدا تتعود عليها هي انك تخلص الحاجات. بدأت حاجة تخلصها، يعني أنا دلوقتي بدأت أصور الفيديو ده مش هقوم غير لما أخلصه. بدأت تتعلم حاجة ما توقفش غير لما تخلصها. بدأت تشتغل على حاجة لازم تخلصها حتى لو مش بيرفكت. مهم إن أنت تبني بس عادة إن أنت لما بتبدأ حاجة بتخلصها، ودي مشكلة كبيرة جدا بتقابل الناس. مجرد ما حماس البدايات بيختفي، عقلهم مش متعود على إن هم لما بيبدأوا حاجة بيخلصوها، أو عقلهم متعود من سنين فاتت إن هو عادي ممكن يبدأ حاجات ويسيبها مفتوحة وما يخلصهاش. حتى أنت افتكر كده، في كام كورس عندك بدأته وما كملتوش؟ كم مرة اشتركت في الجيم ورحتش اسبوعين على بعض؟ الحاجات اللي انت عاملها بوك مارك ومسيبها، والكتب اللي انت منزلها، وكل الماتيريال اللي عندك دي اللي بدأتها وما كملتهاش. عشان كده عقلك بقى مستسلم ان هو لما ببدأ حاجة ما بكملهاش. فمهم جدا تعرف قاعدة ال2 minute rule او قاعدة الدقيقتين من كتاب اتوميك هابتس. والقاعدة دي ببساطة بتقول ان لو عايز تبدأ اي حاجة، حط لنفسك هدف تقدر تعمله في دقيقتين بس. يعني مثلا عايز تبدأ تتمرن، حدد هدف كل يوم في دقيقتين تعمل 5 ضغط بس. فانت بالتالي بتعمل بروجريس حتى لو بسيط جدا، وعقلك بيبدأ يتعود ان انت لما بتبدأ حاجة بتخلصها. وغالبا لما بتبدأ تشتغل على حاجة وتبدأ تعمل حاجة في الدقيقتين دول، الحماس بيرجع لك وبتلاقي نفسك كملت اكتر من دقيقتين بكتير. المهارة دي بفلوس كتير قوي لو بقت عندك.
في ناس كتيرة شاطرين جدا بس مش ظاهرين علشان هما ما بيكملوش الحاجة بتاعتهم. كم حد فنان وبيرسم وعنده رسومات كتيرة مش مكملها؟ كم واحد مرة كان عايز يبدأ قناة على اليوتيوب وصور فيديو بس ما كملش في الموضوع بسبب الكمالية وبسبب ان هو ما عندوش مهارة لما بيبدأ حاجة بيخلصها. العادة الثالثة ودي مهم جدا تبدأ تعملها في كل أهدافك، هي ان انت تغمض عينيك وتتخيل ان انت وصلت للهدف ده. الطريقة دي ساحرة. انت لما بتتخيل حاجة هي بس مش افكار وصور في خيالك، الموضوع ده بيعمل كذا حاجة. الاول ان بتهيئ عقلك وجهازك العصبي ان انت وصلت للهدف ده، فبيساعدك بكل الطرق انك توصل ليه في الحقيقة. حاجة كمان بقى، لو انت مؤمن بقانون الجذب بالمانيفستيشن، ده من اقوى التكنيكس اللي بتخليك تجذب الحاجات لحياتك، الحاجات الكويسة، الاهداف اللي انت عايزها. وده تكنيك كل الرياضيين، رجال الاعمال، الفنانين، كل الناس بيعملوه وبيساعدهم جدا ان هم يوصلوا في اهدافهم. محمد صلاح مثلا كان بيتكلم بيقول ان هو بيشوف الماتش وبيشوف الاهداف في دماغه قبل ما ينزل ويلعبها في الحقيقه. كريستيانو رونالدو كان نفس الحكايه، بيقعد كل يوم مع نفسه يتخيل جول يجيبه ازاي. واحد من اكبر الرياضيين في العالم كله، مايكل فيليبس، اكبر سباح عالمي، كان بيتكلم ان جزء مهم جدا من تدريباته ان هو بيقعد يتخيل ان طلع الاول، وده لم كميه جوائز ذهبيه فظيعه. فنرجع تاني لهدفك. لو عايز تخس 10 كيلو، حط صوره لهدفك ده مثلا على الموبايل، وكل يوم تخيل هدفك ده ان انت دلوقتي بتبص على الميزان وزنك قل 10 كيلو. لو هدفك مثلا تتقبل في وظيفه معينه، تخيل نفسك انك بتفتح اللابتوب، تخش على الايميل، لقيت جاي لك ايميل ان انت اتقبلت في الوظيفه دي. تخيل نفسك ان انت شغال في المكان ده، تخيل نفسك معاك الحاجه دي، تخيل نفسك معاك الهدف ده، تخيل نفسك وصلت لكل اهدافك. وزي ما قلت لك دي مش خيالات وصور وخلاص، انت في جزء في مخك متخصص للموضوع ده اسمه Reticular Activating System. ده اللي بيخليك مثلا لما تشوف عربيه معينه، موديل معين، لون معين، بتنزل الشارع تلاقيها في كل حته. هقول لك تمرين معين تعمله دلوقتي. غمض عينيك وتخيل اللون احمر لدقيقتين بس كده، تخيل لون احمر، وبعد كده ابدا شوف في كام حاجه لونها احمر هتبدا تشوفها في حياتك. اللي انت بتشوفه في دماغك بتبدا تلاحظه اكتر في حياتك. بس خليك عارف التخيل لوحده مش كفايه. التخيل ممكن يكون نسبه كبيره جدا من السعي، بس مفيش حاجه هتحصل غير لما تقوم وتسعى بنفسك. ربنا قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فمهم جدا انك تكون بتعمل الاثنين. والمهم تعرف ان الفرق ما بين الناس اللي بتنجح والناس اللي بتفشل، او الناس اللي بتعيش حياه عاديه والناس اللي بتعيش حياه مختلفه جدا، هي شويه معلومات وشويه مهارات بيبداوا يطبقوهم في حياتهم. واوعدك انك لو بدات تطبق الحاجات اللي انا قلتها لك في الفيديو ده، مع نهايه السنه هتحقق نسبه كبيره جدا من اهدافك. وقول لي في الكومنتات ايه هي اهدافك وايه الحاجات اللي انت ممكن تكون حققتها بالطريقه دي. ممكن تشوف الفيديو ده لو عندك مشكله الكماليه وعايز تعرف تتخلص منها ازاي.